بتبدأ قصة فيلمنا النهاردة مع بنت اسمها نيمو اللي بتعيش مع أبوها بيتر حارس المنارة اللي عايشين فيها. وبيتر بيبقى معرف نيمو بكل حاجة عن السفن والمراكب وعن تشغيل المنارة. وفي يوم بنته بتسأله عن سبب دراستها للرياضيات مادام هتشتغل في الآخر في المنارة زيه. بعدها نيمو بتطلع تنام وأبوها بيحكي لها قصص من بتاعته زي ما هي متعودة، وفي القصص دي بيتر بيكون هو البطل مع صديقه فليب، والاتنين بيكونوا مغامرين وبيدوروا على الكنوز. وفي يوم بيقترح عليه انهم يبحثوا عن اللآلئ السرية اللي موجودة في منطقة خطيرة جدا اسمها بحر الكوابيس. وبيتر بيرفض في البداية لكنه بيوافق بعد ما فليب بيعمل حركة معينة، وهي انه يخبط مرتين على الحيطة، ودي الحركة اللي لو واحد فيهم عملها للتاني ما يقدرش يرفض طلبه. واثناء الرحلة بتقابلهم مخاطر كتيرة جدا، منها كائن عملاق شبه الاخطبوط، ونيمو وهي قاعدة بتسمع بتتخيل قدامها القصة. لكن فجأة بيجي تليفون لأبوها من الشغل بإن في مركب عطلانة في البحر ومحتاجين مساعدته، فبيقوم جري على هناك. وبنته بتنام وبتحلم بحلم غريب بتكون المنارة فيه متجمدة وبتتدمر، وهي بتقع في المية وبتشوف أبوها جاي ناحيتها لكن الوحش بيجي يشده. ولما بتقوم من النوم بتلاقي غفر السواحل قدام المنارة وبيقولوا لها خبر وفاة أبوها بعد ما غرق في البحر. وزميلته في الشغل بتتصل بأخوه فليب عشان ياخد نيمو وتعيش معاه لأنه كان موصي بكده. وبعد الجنازة فليب بياخد نيمو وبيروح على بيته، وبنعرف إن فليب شخص انطوائي جدا وملوش أصحاب وعنده شركة لتصنيع مقابض الأبواب. وأما نيمو فبتروح لأوضتها عشان تنام، وبعدها بتحلم بسريرها بيتحرك وبياخدها عشان يوديها عند المنارة. ولما نيمو بتدخل هناك بتلاقي شخص غريب قالب الدنيا وبيسرق أي حاجة قدامه، وبيبقى واضح إنه بيدور على حاجة. ونيمو بتكتشف إن ده فليب اللي أبوها كان بيحكي لها عنه، لكن نيمو بتقول إنها تتمنى تشوف أبوها مش تشوفه هو. وبيقول لها فليب إن في طريقة تخليها تشوف أبوها مرة تانية، وهي إنها تلاقي اللآلئ السحرية، لكنه محتاج خريطة الكنز اللي كانت مع أبوها، لكن نيمو ما بتكونش عارفة حاجة عنها. وفليب بيتضايق وبيقوم راميها من الشباك، فبتصحى من النوم وعمها بياخدها بيوديها المدرسة، وبتستقبله من المدرسة بتاعتها عشان توديها على فصلها. ولما بترجع عمها بيحاول يقرب منها بالطريقة الوحيدة اللي عارفها، وهي انه بيكلمها عن المقابض الابواب وبيوريها ازاي تفتح الاقفال. لكن البنت ما بتبقاش مهتمة وبتروح تنام، وفي الحلم بتلاقي الدبدوب بتاعها بيج وهو بيدور في الكرتونة بتاعتها وبيطلع لها برواز. ولما بتقوم من النوم بتروح تدور في نفس المكان وبتلاقي فعلا البرواز وبيكون فيه الخريطة اللي فليب كان عايزها. فبتروح المدرسة وبتستخبى في مخزن المدرسة ومعاها الخريطة، وده بعد ما بتكتب نفسها غياب في تطبيق المدرسة في تليفون عمها. وبتقابل فليب مرة تانية وبتوريه الخريطة، ففليب بياخدها منها وما بيبقاش عايز ياخدها معاه، لكنها بتعمل الخبطتين اللي على الحيطة اللي كان أبوها بيحكي لها عليها. فبيوافق فيليب وبيعرف إن الخريطة دي سرقوها من شرطية اسمها جرين من مكتب أنشطة اللاوعي، وده المكتب المسؤول عن تعديد الأحلام اللي الناس بتحلم بيها. وإنهم علشان يوصلوا للآلئ هيضطروا يتنقلوا ما بين أحلام الناس، وده عن طريق أبواب سرية موجودة في الخريطة. وبيحذرها إنها لو ماتت في حلمها فبتصحى من النوم، لكن لو ماتت في حلم حد تاني فساعتها هتموت في الحقيقة. ونيمو بتوافق وبيدخلوا على أول الحلم، وبيبقى عبارة عن حفلة فيها ناس بترقص، وصاحبة الحلم بتبقى ست أسبانية. وفليب بينسى نفسه وبيقعد يرقص معاها لحد ما جرين بتطاردهم، وساعتها نيمو بتحس بالخوف وبيظهر لها الأخطبوط وبيطاردهم، ولكنهم بيقدروا يهربوا منه. ونيمو بعدها بتختفي، وده لأنها بتصحى من النوم لما زميلها بيشوفها وهي نايمة وبيصحيها. ولما بتروح البيت بتروح عشان تنام، ولكن ما بتبقاش عارفة تنام، وعمها بيحكي لها قصة وبتروح في النوم. وبتقوم في المكان اللي اختفت منه وبتلاقي فليب هناك، وبتعرف منه انه كان انسان عادي لكنه اتحبس في عالم الاحلام لان شخصيته اللي في الواقع ما صحيتش، ففضل في العالم ده لحد ما نسي هو مين. وبعدها بيكتشفوا الباب اللي المفروض يروحوا له، وبيبقى عبارة عن عربية سايقها طفل صغير، وده بيبقى صاحب الحلم. والباب بيبقى موجود في التابلو لكنه بيبقى معلق، وجرين ساعتها بتطاردهم لحد ما بيقعوا في المية. ونيمو بتلاقي المفتاح وبيدخلوا الباب قبل ما الاخطبوط يوصل لهم، وبيطلعوا على حلم تاني. لكن للأسف جرين بتقدر توصل لهم وبتقبض عليهم، لكنها مش بتلاقي مع فليب الخريطة لأنه خباها في شنطة نيمو، وبتاخدهم على السجن. ونيمو بتعرف إن فليب عايز اللآلئ عشان يقدر يصحى مرة تانية، لأنه كل لما بيقعد أكتر في عالم الأحلام بيفقد الذاكرة وبينسى كل حاجة عن نفسه اللي موجودة في الواقع. وبعد شوية جرين بتيجي وبتاخد نيمو عشان توديها للعالم بتاعها، ولما نيمو بتصحى بتروح تقعد مع عمها اللي بيوري لها شرايط فيديو ليه هو وابوها، وبيقول لها انه كان متعلق بيه قوي، وان هما الاتنين كانوا بيتخيلوا انهم في عالم بيكونوا فيه بيدوروا على الكنوز، وانه شخصيته في العالم ده كان اسمها فليب. ولكن بعد ما اخوه اتجوز وسابه ساعتها بطل يحلم، وفليب اختفى من حياته. في الوقت ده نيمو بتعرف هوية فليب اللي معاها في الحلم، وبتطلب من عمها انها تاخد ادوات فتح الاقفال بتاعته.
وبتوصل للمدرسة، ولما بتروح الحلم بتوصل للسجن وبتحرر فيليب، لكنهم في الطريق بيقابلوا جرين وفليب بيحاول يشتتها، ونيمو بتاخد مسدسها وبتجمدها بيه وبيروحوا مع بعض على آخر بوابة واللي هتوديهم لبحر الكوابيس. وهناك نيمو بتقول لفليب عن هويته الحقيقية، ولما بيعرف انه شخص انطوائي وملهوش اصحاب وعايش لوحده وبيشتغل في بيع الإقفال، فما بيرضاش يروح معاها وبيقول لها انه مش هيعرض حياته للموت عشان واحد زي ده. لكن نيمو بتقوله انها هتروح لبحر الكوابيس بيه او من غيره، بس ساعتها بتصحى من النوم بعد ما المدرسة بتاعتها بتلاقيها وهي نايمة وبتستدعي عمها، وساعتها هما الاتنين بيتخانقوا مع بعض بسبب اللي عملته. وبالليل نيمو بتهرب من البيت وبتركب قارب عمها اشتراه عشان يبقوا يعملوا بيه رحلة بحرية مع بعض، وبتروح على المنارة. لكن وهي في الطريق بتحصل عاصفة والشراع بيخبط في دماغها وبيغمى عليها، وساعتها بترجع لعالم الأحلام وبتلاقي نفسها في بحر الكوابيس في المكان اللي موجود فيه اللقالق. وبتنزل بيج عشان يجيب لها واحدة لأنها ما بتبقاش طايلاها، لكن في الوقت ده بيظهر الأخطبوط الأسود وبيروح ناحيتها. وفي نفس الوقت فليب بيبقى موجود في أحد الأحلام وبيلاقي نفسه بقى مطارد رقم 1 من شرطة الأحلام، وبيبقى فرحان جدا. لكنه بيقابل صاحب الحلم اللي فيه وهو راكب طيارة، وبيعرف منه إن نيمو راحت لبحر الكوابيس لوحدها، وبياخد منه الطيارة وبيروح هناك وبيقدر ينقذها قبل ما الوحش ياخدها. لكن وهم راجعين عند المنارة نيمو ما بتبقاش قادرة تكمل، وده لأنها في الواقع بتغرق، وعمها في الوقت ده بيبقى مع غفر السواحل وبيدوروا عليها. وفي الناحية التانية الأخطبوط بيبقى ورا فليب، ونيمو اللؤلؤة بتقع منها ففليب بيروح يجيبها، لكن الوحش بيمسكه وبيرميلها اللؤلؤة. ونيمو بتضحي بأمنيتها بإنها تشوف أبوها مرة تانية، وبتتمنى إن فليب يصحى. ووقتها فليب بيختفي وعمها بيرجع مرة تانية لطبيعته وبينط في المية وبيقدر ينقذها قبل ما تغرق، لكنها بتبقى لسه مغمي عليها، وده لأنها لسه ما خرجتش من الحلم بتاعها. وهناك نيمو بتروح على المنارة وبتقابل جرين وبتقول لها تضغط على الدبدوب بتاعها اللي بيبقى بالع لؤلؤة تانية، وبتاخدها وتتمنى أمنيتها. وبتشوف أبوها اللي بيرجع يسألها عن وظيفة المنارة، فنيمو بتقوله إنها معمولة عشان ترشدنا في حياتنا. وأبوها بيقول لها إن كل الحاجات اللي كان بيعملها لها ما كانتش عشان تعيش في الآخر على جزيرة، لكنه كان بيعملها لها عشان تبقى عارفة إنها تقدر تعمل أي حاجة. ونيمو بتقوله إنها مش قادرة تعيش من غيره، لكنه بيقول لها إنه بعد عبورها لبحر الكوابيس فأكيد عالم اليقظة مش هيبقى صعب عليكي. والكلام ده نيمو بتعرف إنها لازم ترجع للواقع مرة تانية وتكمل حياتها بشكل طبيعي، وبتقوم مودعة أبوها وبيوصيها إنها تخلي بالها من أخوه. وبعدها بتفوق وعمها بيقول لها إنه عمره ما يتخلى عنها أبدا. وبترجع نيمو للمدرسة وبتكون صداقات وبتتأقلم على حياتها الجديدة، وعمها بياخدها في رحلة بحرية وبيعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. وبالليل بيكملوا هما الاتنين مغامرتهم في عالم الأحلام. وبكده يكون انتهى فيلمنا، واشوفكم في فيلم جديد. سلام.